الواحد ما تخيلش ان هو في البيج 2026 يشوف الضرب القديم ده. الاكستراس بيطيروا لورا، حرفيا بيطيروا لورا من غير ما حد يلمسهم، بيتشدوا. سوبر جيرل. What can I do? The Brickens carry the antidote on that person. He has 3 days. You cannot give up on me. الحقيقه الفيلم نزل من فتره كبيره في السينمات، بس انا ما كنتش متحمس اطلاقا ان انا اشوفه. مش انا بس الحقيقه، لان الفيلم جاب ايرادات 150 اقل من 150 مليون دولار لغايه دلوقتي في البوكس اوفيس، فمفيش حد كان متحمس ان هو يشوفه في السينما. من كام يوم نزل على الستريمينج، الاي بي تي في بقى والمواقع اللي سرقاه اللي هي منصتي المفضله، وبرده ما كنتش متحمس قوي اشوفه في وقتها، بس شفته. الحقيقه كل مخاوفي طلعت في محلها وقت. الواحد كان متخيل ان مستحيل الامور تسوء عن كده، بس لا ساءت يعني. الفيلم غالبا مبني مكان جامع، يعني مستحيل يوصلوا للنتيجه دي من غير ما يكون في كيرس في الموضوع، من غير ما يكون في حاجه حصلت، يعني في حاجه غريبه. يعني كانوا مال يتيم، عملوا حاجه، اكيد عملوا حاجه. يعني الفيلم اللي مبني على احداث كوميك بوك مشهور جدا وكريتيكلي اكليمد جدا اللي هو وومن اوف تومورو. بيحكي لنا حكايه كارا اللي هي سوبر جيرل بتهيم حرفيا في ما بين المجرات، ما بين الكواكب، هانج اوفر، سكرانه اغلب الوقت، بتحاول تتعامل مع التروما بتاعه كوكبها. في نفس الوقت بتقابل بنت صغيره عندها هي تروما، وبتدور على، هما الاثنين بيتجمعوا عشان يدوروا على حد ده قتل عيله البنت الصغيره وسمم الكلب اللي هو كريبتو اللي هو كان كارا اللي شفناه في فيلم سوبرمان. زي ما قلنا الفيلم متاخد من كوميك بوك مشهور جدا كريتيكلي اكليمد، ومن اكتر الحاجات اللي الناس الريدرز بتوع الكوميك كانوا بيحبوه فيه ان هو كان فيجوالي ستانينج، فيجوالي انترستد، ان هو بصريا مثير انك تشوفه، حلو، في كادرات، في حركه، في فريمز، في الوان، في تتفرج على الفيلم ما تلاقيش اي حاجه من الحاجات دي تماما. الفيلم ممل جدا بصريا، اغلبه رمادي، بني، اخضر، كان في شموس خضراء وبينك وحمراء وحاجات غريبه. يعني انا كمان مش فاكر ان انا شفت فيلم كان مظلم وفي نفس الكادر منور زياده عن اللزوم. النور اللي هو كان فيه سبوتايه، اللي هو النور بتاع التحقيق ده، نور في نور كده شبه النور ده، نور قوي جدا ضرب في عينك، وبقى مش كاميرا فلير واحد، لا 12 كاميرا فلير، هيعميك والله. هو لو فيديو كليب يعني مهرجانات يستحوا يعملوا اللي اتعمل هنا. بمناسبة بقى فيديو كليب، نيجي لنقطة المزيكا. صعب قوي تحط مزيكا على مشهد تقل منه. يعني معروف بالنسبة للفيلم ميكرز ان الموسيقى، المزيكا عموما او اي حاجة في الساوند تشيت كود، اللي هو انت حرفيا بتزق المشاهد في الاتجاه اللي انت عايز المشاهد يروح ليه. فانك انت تحط مزيكا وتزق المشاهد في الاتجاه العكسي، يعني انت كده بتهزر. يعني المزيكا محطوطة تقلل من قيمة المشهد نفسه. يمكن كل ده هايلايتد قوي في الكلايماكس الاخير، في التلت الاخير، في الاكت الاخير، لان كان في كفر لاغنيه مشهوره جدا، وكان في بقى كل موبقات يعني كل حاجه حرام ممكن، كل حاجه غلط ممكن تتعمل في مشهد. سلو موشن، الفايتس وحشه، المزيكا مش راكبه على المشهد، ايديتس بايظه، فانت كنت بتشوف حرفيا سلطه وحاشه في نفس المشهد. نيجي بقى للنقطة التانية، الفايتس. في مشاكل كتير قوي مع الفايتس، ممكن تكون 2 بوينتس او 3، لا نخليها 3. اول نقطة، انت مخلي بطلة الفيلم غير باور، من غير باور خالص. يعني احنا زي ما عارفين بتوع كريبتون دول، بتوع الكوكب بتوع سوبرمان، بيحتاجوا الشمس بتاعتنا، الشمس الصفراء بتاعتنا. هي موجوده في كواكب تانية كتير، بس انت اغلب الفيلم، حرفيا اغلب الفيلم انت مقعدها في شموس خضراء وشموس بينك وشموس ريد واي حاجه علشان ما تبقاش عندها باور، اي حاجه علشان ما تعرفش تضرب. ولما تبقى موجوده في الشمس الصفراء، الشمس اللي هي ممكن بقى الباورز بتاعتها ظاهره فيها، لا هتبقى مسمومه، لا هيبقى في كريبتونايت، اللي هو حرفيا الفيلن عرف ان هي نقطه ضعفها بعيد عن خلق الله كلهم. لا انا مذاكر، في حد قايل له مثلا نقطه ضعفها هي كريبتونايت. هي على فكره بعيده عن الهزار، كانت مبرره في الكوميك بوك نفسه، بس الفيلم ما وضحهاش، فانا علشان كده بنتقد النقطه دي، لان هي مش متوضحه في الفيلم. انه فجاه كده يقوم مطلع اللي هي حرفيا الويك بوينت بتاعتها وخديها هي في الاخر، في الاكت الاخير، اللي هو انتوا بتهزروا. تيجي بقى لما الفايت يحصل بقى، الفايت سين حصل، هي الباورز عندها، بس هنتفرج بقى نشوف شويه اكشن حلوين. مفيش بقى، تحس ان انت مش فاهم مين بيضرب مين مع مين. تحس ان الموضوع كده مفيش تصميم حركه، مفيش تصميم معارك. انت حاسس ان كل واحد عنده حاجه عايز يعملها بيعملها، كل واحد عنده حاجه يقولها بيقولها. غير كده تحط المزيكا الوحشه، غير كده شويه اديتس تخليك حرفيا مش فاهم هو ايه اللي بيحصل ده. استحي اعملها في اليوتيوب، توصل لمستوى من اسوأ ما يكون. وبعدين بقى هو بيقول لك بقى في بدايه الفيلم ان هي رحله انترستيلر ما بين الكواكب، هو كوكب واحد ومكررين. يعني هو مفيش كواكب، مفيش حاجه فيجوال
فيجوالي انترستنج في الفيلم ده. انت ما بتشوفش كواكب، انت حاسس ان انت حرفيا يعني الموضوع ممل جدا. يعني انت لازم تشوف الفيلم عشان تعرف الموضوع ممل بصريا لاني درجه. وغير كده بقى حكايه الالينز اللي شكلهم ويرد وكويركي والحاجات دي ما ادمت بقى شويه. يعني احنا خلاص بقى زهقنا بقى، عايزين نشوف حاجه جديده يعني، فاهمني؟ وبعدين هم شكلهم مختلف وغريب وكل حاجه، بس بيتصرفوا زينا. اللي هو طب يعني انتوا جايين تهزروا طيب؟ وبعدين ايه ده؟ لوبو ده ولا ليبو ولا موبو ولا ايه ده؟ ولا شعر ولا كاستم ولا شكل ولا تصميم ولا لون، ايه اللي هم عاملينه ده؟ يعني هل دي نتيجه نهائيه كانوا راضيين عنها في يعني ايه ده؟ نيجي للممثلين. الحقيقه انا مش عايز اظلم ميلي الكوك زي ما الفيلم ظلمها، لان ما كانش فيه حاجات كتير تشتغل بيها الحقيقه. يعني الفيلم ما ادهاش فرصه تبرر هي ليه بتتصرف كده. يعني ماشي مكتئبه والكهوليك وبتلف هيمنه في المجره، طب ادينا فرصه، طب نبرر لان اللي حصل لها، وخصوصا لو ما تشوف الباك ستوري بتاعتها. يعني الموضوع ما كانش معقد قوي للدرجه دي. يعني ده حرفيا اقل سوبر هيرو عندنا. يعني الراجل اللي عناب كان عنده قصه معقده اكتر من كده، مش مستاهله قوي يعني المأساة دي. ما حكولناش حتى هي بتتصرف كده ليه، الموضوع ما كانش مبرر. وكمان اهلها ودوها الارض الهدف محدد، وان هي تبقى عندها باور معينه تساعد الناس، فانها تعمل عكس كده تماما وتبقى مش مهتمه اطلاقا، ده ما كانش في صالحها خالص. يعني انك تتعاطف مع الشخصيه كشخصيه. بس المشكله الاساسيه بقى اللي نقدر نحسبها عليها السكرين بريزنس. انت في العاده لما تيجي تختار سوبر هيرو بتختاره عشان ليه كاريزما، ليه حضور، بياكل اي حد، حضوره بيسحب الطاقه من اي حد في الشاشه وبيخليك مركز معاه. هو مارفل اساسا يعني قامت على انها بتختار ممثلين كاريزمات بيعرفوا يمثلوا كل حاجه بس كاريزمات. فانت هنا شايف حضور شويه باهت، مش بيخطف في الكادر شويه، مش حاسس بان هو سوبر هيرو بريزنس نفسه. ولو عايز تفهم قصدي بالظبط قارن لما بيظهر بقى سوبرمان نفسه، شوف الحضور، شوف الكاريزما، شوف السكرين بريزنس نفسه. كم مشهد اللي ظهر فيهم سوبرمان في الفيلم نفسه ما كانش في صالحها، وبين لنا الكونتراست ما بين البريزنس نفسه او الحضور، او قد ايه هي واكله الشاشه، او اهم حاجه في الكاد زي ما بيتقال. نيجي بقى للشخصيه الثانيه اللي هي الليد الثاني في الفيلم، المفروض اللي هي الطفله ايفا ريدلي. الحقيقه برضو انا مش حاسس ان الموضوع كان مكتوب حلو اطلاقا. الشخصيه لا تطاق يعني بشكل باختصار يعني، وكمان ما فيش اي كيمياء ما بينها وما بين بطله الفيلم. فانت ما بتحسش كمان في الاكت الاخير لما بتشوف بقى المفروض الفيلم نفسه بيوصل على ايه، والمفروض ده قرار مهم اللي بيحصل في الاخر لانها بتدور على حد بينتقم لاهلها وكده. فانت اللي المفروض يهتك ما بيهتكش صح، لانك انت مش باين الكيمياء دي، ومش باين الشخصيه دي عايزه ايه بالظبط. ولا دوافع كانت معموله كويس، ولا بنا كان معمول كويس، ولا علاقه ما بينهم كانت معموله كويس. تحس اصلا انهم ما كانوش طايقين بعض، تحس انهم ما كانوش عايزين يبقوا مع بعض. الموضوع ما اتغيرش يعني، هو ما كانش ارك للشخصيه او للعلاقه، لا تحس ان هو الموضوع كان فوق البيعه وفضل فوق البيعه للاخر. عموما الاكت الاخير كله يعني كان يعني التشيري اون توب، توج المأساة اللي انا شفتها دي. مفيش حاجة عجبتني في الفيلم غير مشهد واحد في النص لما طلعت حرفيا في السبيس علشان تصوت، الصوت كان مكتوم وفي دمعة نزلت كده فرت من عينيها. فدي الحاجة الوحيدة اللي عجبتني. غير كده تقييم الفيلم 3/10. عجبك الحلقة اشترك في القناة، لايك للفيديو، استنى الحلقة اللي جاية. تكير، سلام.